هو بيجدد بقى خلاص هدف مهاره فرديه بحته يا باشا. هو انت ما تنساش ان السنه دي في اليورو. انا عايز اقول لك كمان حاجه مهمه، يعني ايه احقاقا للحق، ياسر ابراهيم قبل ما يتعرض لاصابه كفورمه كان افضل من عم منعم. على فكره عم منعم بقى له فتره مستواه متذبذب، وبعدين الفتره الاخيره ابتدى تحس هو مش مركز. يعني ممكن تكون نقطه حته الاحتراف اللي انت بتتكلم فيها ممكن تكون هي اللي مشتتاه، لكن هو لازم يراجع نفسه. يعني انا بقى لي كذا مباراه مع الاهلي ومع المنتخب كمان يعني المباراتين، لا هو يعني مش بنفس البرفورمانس بتاعه اللي معروف عنه. بص انا عارف ان الاهلي عنده مشكله، الاهلي مش هيسيب لعب بسهوله بالذات اليومين دول. يمكن عبد المنعم والحاله الشاذه، يعني عبد المنعم لو جاله عقد احتراف محترم انا متاكد ان مجلس اداره النادي الاهلي مش هيفكر في مصلحته بس، هيفكر في مصلحه اللاعب اكيد، وهيسيبه. والاهلي ما بيسيبش حد بسهوله طبعا اكيد. الاهلي خلي بالك، الاهلي عنده ارتباطات وافكار، مش قصه دوري وكاس. الاهلي مش طموحه دوري وكاس وسوبر مصري. الاهلي النهارده كلنا عارفين الاهلي بيتعامل مع دوري ابطال افريقيا، هي البطوله المؤهله لكاس العالم للانديه، والكاس المستحدث اللي هي كاس الانتركونتيننتال. الاهلي بيتعامل مع كده، دي مرحله التصفيات بتاهل. انت كويس ان انت برضه جبت سيره كاس العالم للانديه، عشان كان في الفتره اللي فاتت لغط، وناس من الصحافه وناس من الاعلام بتتكلم يعني في القنوات عموما، وناس منتميه برضه للنادي الاهلي، في لغط شويه في حته الجوائز الماليه او الدخل المالي من العوائد الماليه من كاس العالم للانديه. تسمع شويه يقول لك الاهلي هياخد 40 مليون، واللي بيقول 30 مليون، واللي بيقول 50 مليون. فاحنا بنتكلم يعني هنتكلم بقى ايه الكلام المظبوط زي ما بيقولوا. كل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه هتحصل على 9 مليون دولار. اللي هيعدي او يعبر دور المجموعات بيحصل على 14 مليون دولار. البطل يعني الاول، البطل اللي حصل على كاس العالم للانديه يحصل على 40 مليون دولار. 20. لسه النهارده كان بيتكلم النهارده انشيلوتي على فكره. ده الموجود، لا كان في انشيلوتي، ده حاجه، ده الموجود على موقع ده اللي موجود على موقع الفيفا. انشيلوتي بيقول لك انا هتلاعبني كاس عالم انديه وفي الاخر هاخد 20 مليون دولار. ما هو ما انا بقول لك البطل اللي موجود على موقع الفيفا 40 مليون مش 20 مليون. يعني اللي موجود على موقع الفيفا 40 مليون. ده انشيلوتي ليه زعلان؟ ولا بيتكلم على كاس الانتركونتيننتال؟ مش فاهم. لا هو بيتكلم على كاس العالم للانديه. انت فاهم قصدي؟ بس انا بقول لك دي الجوائز، ودي اللي موجوده على موقع الفيفا. ليه انشيلوتي بعد الارقام الخزعبليه اللي سمعناها الفتره اللي فاتت؟ ليه انشيلوتي زعلان؟ والله هو شايف ان يعني قيمه فريق زي ريال مدريد هيشارك في بطوله هتاخد منه على فكره برضو. انت بتتكلم، انت متخيل بطوله كاس العالم للانديه 32 فريق، برضو القصه مش انت مش هتروح تلعب اسبوع وترجع زي كاس العالم للانديه العاديه اللي المتعارف عليها اللي كلنا عارفينها. هيلعب وقت طويل، هتاخد منه من السيزون، هيبقى ضغط برضو على لعيبته. يعني انت بتتكلم بقى يبقى في فعلا احتكاك قوي جدا، مش هتروح بقى اللي هو تلعب قبل نهائي وفاينل على طول. فهو محتاج ان هو شايف ان هو ريال مدريد بقى وهيشارك في كاس العالم للانديه بشكل جديد. انت محتاج انكم اعلى من كده بكتير. مش دي قيمه هو بيقول لك عشان انا هضطر اجيب لعيبه زياده. ما انا لسه قايل لك هيتعرض، ما انا بقول لك هيتعرض لضغط، هيتعرض طبعا لصعوبه طبعا. يعني ممكن على فكره ريال مدريد يروح بطوله كاس العالم للانديه ال 32 فريق ما يحصلش على كاس العالم للانديه. فاهم قصدي؟ الاحتكاك غير يعني اللعب هنا غير اللعب اللي انت بتروح تلعب فيه قبل نهائي وفاينل. بس فلسه في شد وجذب. يعني ريال مدريد نفسه النادي اعلن ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه، والنهارده كارلو انشيلوتي زي ما انت بتقول اعلن ان ريال مدريد مش هيشارك في كاس العالم للانديه. دي بالونه، الله اعلم. بالونه. عمك الحاج فيورنتينو بيريز بيضرب بلالين، بيشوف رد الفعل ويجس النبض. ممكن عشان يعلي خلينا يا عم خلينا نلعب مع بعض، يعني يعلي العائد المادي اللي يحصل عليه ريال مدريد. في شهر 6 أو 7 السنه الجايه، فمعانا سنه، خلينا ناخد وندي بشكل ودي مع الفيفا. نشوف البالونه هتودينا لفين. مجرم. اكيد طبعا صراحة. ما كانش وصل اللي هو فيه دلوقتي صراحة. مجرم، واحد بتاع مافيا، 2 عاملين قلق في سوس. هو على فكره برضه خد بالك، لو هي 20 مليون دولار او اعتراضوا على القصه دي، فهو كلامه منطقي في نقطه ايه؟ انت اللي بيحصل على دوري ابطال اوروبا بياخد 20 مليون، فانت هتيجي تلعبني في كاس العالم للانديه بالشكل الجديد، وهتبتدي بقى انت تحطني في مسابقه شكلها اتغير تماما، وهتيجي تديني برضه 20 مليون. ممكن يكون هو بيتكلم من المنطلق ده. تتفق معايا في كده؟ انا بقى يعني انا وجهه نظري ان هو بيتكلم في الحته دي. انت عارف انا كان وجهه نظري ايه بصراحه؟ انها كانت تبقى بري سيزون،
تبقاش نهايه دوري. فكان هيستفيد ايه بقى؟ انا هقول لك مم. ان ممكن الفيفا النهارده يا مصطفى لو تاخد بالك بقى اليورو تور او يعني الرحلات اللي بيعملها الانديه الاوروبيه في اوروبا نفسها او في شرق اسيا للتسويق، او امريكا اللي بقى بالنسبه لهم دلوقتي مقصد. كل الانديه الكبيره بقت النهارده بتروح تلعب دوره وديه في امريكا. كان يوفنتوس، اي سي ميلان، انتر ميلان، ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، برشلونه. هو بص، طبعا البيج 6 بتوع اوروبا. الدوري الاسباني والايطالي دايما بيروح للحته بتاعت امريكا. الدوري الانجليزي فرق الدوري الانجليزي شويه بتروح لا لا، للحته مان بتاعت سيتي الفار دلوقتي إيست. ومانشستر يونايتد وارسنال بيروحوا بيروح، بس وليفربول دايما كمان. واجهتهم معظمها بيبقى في ما ده عشان شرق آسيا. التسويق، ده مفهوم. آه. انا قصدي في الاخر خليك انت قاسي يا عم الفيفا، وبدل ما النهارده انت تعمل البري سيزون بتاعك تروح لك شهر ولا شهرين في امريكا، لا يا عم روح خد لك اسبوعين روق نفسك والعب لك ماتش واحد ودي عشان تلم لك شويه دولارات، وتعالى اعمل البري سيزون معايا انا. اعمل كاس العالم انديه وهي تبقى دوره منها وديه صح، ومنها رسميه ومنها تاخد لك شويه فلوس وهتبقى حلوه. وما تقنعنيش ان الفيفا هيبقى متضايق لو ريال مدريد لعب مش بكامل الفريق بكامل نجومه، صح. بس هي مش تبقى بقى بصبغه دوليه، بصبغه وديه ياخد قصدي. يا باشا الصبغه الرسميه يعني مشكله، بس انا يا باشا بالنسبه لي بري انها سيزون بطوله معتمده من الفيفا، مش تبقى ودي. وماله جوائزها وتبقى كبيره. بس الميزه ايه؟ هو النهارده ليه اعتراض فلورنتينو بيريز؟ انا اقول لك بقى عشان ده صايع يعني. انا اقول لك حبيبك، هو مشكلته النهارده حضرتك ان السنه الجايه هو كان بيعمل ايه؟ السيزون عنده بيخلص 31/5/1/6، يدي اللعيبه الراحه السلبيه اسبوعين. كل يا باشا لموا شرطوا 15/6 21/6 يدموا لهم نفسهم، يقعدوا اسبوع ولا حاجه يتمرنوا يلموا نفسهم كده تاني في اسبانيا. هوب طلعنا على امريكا، يخبط له شهر هناك بقى او شهر ونص، يرجع على اول 8 يبدا يجهز وتمام التمام وايه، ويبدا الدوري بتاعه. تبتدي السيزون صح كده؟ حضرتك لما هتلاعبني كاس عالم الانديه في شهر 6، يبقى انا هخلص امتى؟ في اخر 6. انا هريح اللعيبه. هي تاخد لها شهر لازم طبعا على هتاخد لها الاقل بقى يعني. مش اسبوعين، هتاخد لها 3. تاخد لها شهر على الاقل. لا لا يا مول 3 اسابيع صح. هطلع هعمل حمله هو لو الدعايه وصل والتسويق. فاينل هيخش في شهر. ما انا بقول لك اهو هطلع حمله. ما هنديله بقى مدى الاسبوعين يا عم، هياخد يا عم ايه اسبوعين. هم دخلنا في نص 7 صح، عقبال ما اللعيبه تتجمع تاني عشان نبدا نشتغل ونلعب مع بعض دخلنا في 21/7 صح. انا خسران شهر، اكيد طبعا خسران شهر فلوس. لما انا اروح العب في امريكا في نيويورك ولا واشنطن ولا دي ملايين يابا، صح، ملايين بتتكلم بجد. ده النقطه اللي كان بيتكلم فيها انا اخسرهم عشان ايه؟ طب انا اروح العبهم في ماتشاتي بالظبط، واسلي بلعب مرفه ومن غير ضغوط ولا بلعب بطوله رسميه ولا حاجه وحاجه بقى، والتاريخ والجغرافيا والانشاء والكلام. لا انا يا باشا بريح دماغي، نروح يا باشا وفنفن والعب النهارده بكارفخيل باكرايت، بكره اروح اكلم شوبني يا عم انت كنت ينفع تلعب باك تمام، مش هتنفع تخش يا عم جرب فيرود، هدينا بنعيش وبنلعب. الكلام ده مش هيلاقيه. فما تجيش النهارده بقى تجبرني ان انا العب معاك بطوله في اخر النتائج كماديات مش مواكبه مع افكار. صح ولا غلط؟ صح. فالنتيجه في الاخر انا استفدت ايه؟ لا يا باشا انا اروح العب من غير ضغوط واخد الفلوس انت هتديها لي واكتر كمان، ويمكن اكتر. صح. انا رحت عملت ماتشين 3 في شرق اسيا وماتشين في امريكا، خلاص ماتشين في امريكا جبرت يابا. انا ادور عليك ليه؟ وهتبقى ماتشات نجوم كلها واستعدادات كلهم صحاب في بعض، وهقابل هنا وهقابل هنا. هو كمان برضو خد بالك بيتكلم برضو ليه عن النقطه دي بالذات كمان. انت ما تنساش ان السنه دي في اليورو، يعني انت بتتكلم اليورو هيبتدي، لسه اقول لك يعني اليورو هيبتدي ان شاء الله يعني علينا وعليكم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله نحيانا ربنا. عايزين بقى يا جماعه بقى ايه كده تتفاعلوا معانا كده في وقت اليورو، والناس الجميله اللي نفسها بقى تيجي يعني معانا تشاركنا في البودكاست بتاعنا وتتكلم معانا. على فكره احنا يعني هنتيح فرص للقصه دي، هيبقى يعني ان شاء الله تبقى بطوله ممتعه لينا وممتعه. خرج انشيلوتي اللي جواك بالظبط، خرج انشيلوتي اللي جواك، خرج كونتي اللي جواك. لا مش هنقول اللي جواك، هنقول خرج بقى لاسماء المدربين بتوع اليورو يعني خرج نينجلزمان اللي جواك، خرج مارتينيز اللي جواك، خرج بقى الناس الحلوه اللي انتوا ايه ان شاء الله نفسكم تشوفوهم وتتابعوهم بشكل واضح ان شاء الله في اليورو. سباليتي بالظبط كده. واللي ايه الاتزوري الاتزوري الايطالي اللي بيجي من بعيد دايما كده وانت بتبقاش عارف هو جاي منين، زي اليورو اللي فات كده ما حدش كان متوقع خالص ايطاليا، وهوب مانشيني بيضرب كرسي في الكلوب. لكن احنا عارفين ان انت ممكن حضرتك تعمل لنا لايك وشير على كل البلاتفورمز، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك
وتفعل لنا زر الجرس والسبسكرايب حقي حبيب قلبي على اليوتيوب. لو سمحت عايزين نوصل 2030. احنا عايزين نقفل بس ايه قصه يلا. منتخب مصر بتاعت النهارده. خلاص بقى منتخب مصر بقى خلينا في اليورو. لا انا بس عايز اقول لك على حاجه مهمه. اتفضل. ما تنساش ان هدف برضه محمد صلاح النهارده، بما ان انت بتتكلم على الهدف بتاع غينيا بيساوي ان هو ما جاش من لعب منظم او خد بالك هدف محمد صلاح النهارده اللي جه طب ما طبعا برضه هدف مهاره فرديه بحته. يعني ما فيش اي ايه، ما فيش اي بس الجونين حاجه بتوع معموله. كانوا من جمله. انا معاك على فكره انا بص انا مش 2-1 للعميد. على فكره انا انت معلش على فكره ده كده التحكيم مش فير. التحكيم مش فير كده. ممكن نراجع الفار طيب. لا بس والله على فكره انا مش بطالب والله كابتن حسام حسن ان هو يديني الاداء الواو على فكره خلال التصفيات. انت الثلاث نقاط بالنسبه لي زي الفل، مش عايز انا عايز أكتر من منه كده. حاجتين بس بصراحه. لكن انا انا ما عايز اجيش نوصل كاس العالم. ايوه ما اجيش في فرقه ويجهز فرقه تلعب كاس عالم 26. والله بالظبط الله ينور عليك. بس انا مش عايز ما اكتر من تجيش كده. تبقى عندك قناعات انك هتلعب لي بناس كبيره. رامي ربيعه لعيب كويس لكن كبر في السن. ماشي. انا عايزه يبتدي يدي لناصر ماهر، حمدي فتحي كبر في السن. بالظبط. عايزه يبتدي يدخل يعني يخلي يثبت امام عاشور في الملعب. عايزه يبتدي يبص على محمود صابر بالمناسبه اللي لعب مباراه مع المنتخب الاولمبي مع الكوتيفوار. وكان نفسي يعني اكلمك وانا قاعد بتفرج على المباراه اقول لك اتفرج على الحته بتاعت هو انا قلت لك وحش حته عارف مارون جلاسيه تاني. انت تاني انا عارف ان انت مقتنع بيه. انا بقول لك هو يبتدي هو يبص يا عم. هو باصص. ما احنا شرحنا احنا ليه اللي بنعيده انا برضو بالنسبه لي برضو قصه حسام اشرف ما ينضمش برضو يا عم المنتخب خده الاولمبي. يا عم محمود لا. صابر وريحنا. المنتخب الاولمبي حسام اشرف برضو ما انضمش. دي برضو علامه استفهام كبيره يعني. ولا انضم منتخب اول ولا منتخب الاولمبي وده هداف الدوري. ممكن يكون مصاب. لا مش مصاب، سليم والله. سليم. والله سليم. يعني انا سالت برضه عشان اعرف الراجل يعني الراجل مصاب. طيب الراجل عنده مشكله ما يعني خليته ان هو ما يروحش المنتخب الاول ولا المنتخب الاولمبي. دي بالنسبه لي غريبه يعني. انا مستغرب برضه من ميكالي. وانا عارف ان ميكالي عينه من الناس اللي عينها حلوه على اللاعبين. يعني حسام اشرف ولا هنا ولا هنا بالنسبه لي. دي برضه علامه استفهام غريبه جدا. طيب خلصت. نرجع بقى انت واللطايف. انا عارف انت نفسك تبعد عن اللبش ده وعايز تروح للايه الحاجات اللي هي جريد 1 دي. ايه يا عم. مش انت كده قاعد في محل حلويات اضرب بسبوسه بالبودو. على فكره انت بتحب الحاجات كنافة اللكجري. انت راجل مرفه على فكره. باللوتس. عايز تسافر على المانيا على طول. جاتو. انا بقى اللي يخليني كل شويه افضل اكل جبنه وعيش. ليه يا عم يعني كل ما جبنه قريش ولا طول اليوم. جبنه قريش ولا مش حلو والله. الجبنه حلوه. قريش ولا مش حلوه عشان يعني عشان التخسيس بقى. اسالوا اهل عايزين نشوف حد دكتور تغذيه صحيه. انت ايه رايك بالمناسبه بقى ان انت عايز تخش في اليورو يعني وراجل كده ايه حابب الحاجات اللكجري الحاجات المرفهه يعني اللي فيها الرفاهيه. شايف استبعاد يعني منتخب المانيا تم استبعاد جنابري، تم استبعاد جوريتسكا، تم استبعاد نيكولا جولي مدافع بايرن ميونخ مدافع سوري بروسيا دورتموند وكان يعني في بايرن ميونخ. واستبعاد كمان احنا قلنا جنابري وقلنا جوريتسكا وقلنا جولي وماتس هوملز اللي كان بيلعب نهائي فاينل تشامبيونز ليج السنه دي. هو بيجدد بقى خلاص. خلي بالك نجلزمان انا بشوفه يعني. على فكره جنابري وجوريتسكا بالمناسبه يعني سنهم صغير مش كبار في السن. هو لو يعني هي منطقيه حته على فكره منطقيه حته زوليه وحته هوملز يعني كبار في السن. انا منطقيه في كده. الدوافع يا مصطفى. هو خلاص بقى واضح ان عنده افكار. خلي بالك هو لغايه دلوقتي يكون داخل في البطوله ديت فهو عنده دوافع. خلاص هو شايف ان عنده كام واحد واخدهم خبرات زي توني كروز مثلا. ما انت بتتكلم توني كروز راجل كبير في السن برضه يعني. طبعا. كان جوريتسكا كان يعني يبقى ورقه بديله. انا ما افهمش برضه هو دي ما خدت بس يعني ممكن يكون دي يعني هو شايف حاجه. خلي بالك برضه احنا برضه الدوري الالماني للاسف احنا مش ما تابعناهوش قوي. يمكن الصدمه اللي عملت يعني احنا كان بقى لنا 10 سنين بنتفرج. هو 11 سنه عارفين بايرن ميونخ ياخد الدوري. يلا مشات اللي بعده. على فكره بص انا على فكره فما خليناش نتابع برضه قوي الدوري الالماني يعني. كل اللي شفناهم كان لعيبه. ما استغربتش على فكره في الاستبعادات دي غير لواحد بس جنابري يعني. هي بس اللي استغربت شويه خصوصا ان جنابري يعني من اللاعبين اللي انا برضه لما شفت برضه جنابري لا يعني جوريتسكا مش قوي يعني. ما جوريتسكا مش مع انه كان اساسي الفتره اللي فاتت بس اوكي تمشي. ايوه انا معاك فيها. لكن جنابري هي اللي كانت فعلا غريبه شويه. لا ده الكائن اللي جاي من الصعيد ده من سوهاج. عمل عليه شويه كوميكس. طبعا. على اليورو على فكره السنه دي انا قلت برضه في حلقه سابقه قبل كده انا بشوف ان انجلترا وفرنسا بص انا مش عايز ما بحبش اتوقع. مع اني زمان عايز اقول لك الحاجه
بمناسبة الموضوع ده يعني كام سنة كده كنت بعمل برنامج كده مع واحد زميلتي يعني، والله العظيم ثلاثة اتوقعت إيطاليا وإنجلترا في الفاينل. ما دايما البنات والستات دايما بقول لك إيه، توقعاتهم وهم بتبقى بقول أقسم بالله قعدنا القعدة فردنا الورق وقلنا إيه إحنا، لا إحنا مش هنتوقع كده نهجة أول، خلينا نمشي واحدة واحدة، يعني نأهل من كل مجموعة الاتنين ونلعب بعض بقى نشوف دور ال 16. ناخد الموضوع ستيب باي ستيب. اصل انا ما بحبش ايه المانيا وفرنسا في الفاينل. لا طبعا، لا لا لا، ما هو ممكن يا بابا يلعبوا بعض يا بابا في دور الثمانيه بالظبط بالظبط، يعني ماتش انت مشيهم في مسار ما يقابلوش بعض خلاص انا ما عنديش مشكله، لكن ممكن يلعبوا بعض في دور الثمانيه صح. يعني ايه بقى بناء على ايه؟ بناء على ايه قلت كده يعني؟ مين؟ لا مش انت يعني الشخص اللي بيتوقع وخلاص. فانا احب امسك الورقه والقلم كده. لا انت ما بتتوقعش طرفين النهائي طبعا، زي ما انت قلت انت ما انتش عارف مين هيقابل مين قبل يعني. لا انا بمشي واحده واحده يعني بحط انا بتكلم على مثلا ان يعني الناس اللي هيبقى ليها الترشيحات الاكبر، بشوف المانيا وفرنسا، بشوف ايطاليا مع سباليتي، بما ان انت لسه جايب مشكله ايطاليا برضو خلي بالك ان هي تيجي فرقه من بعيد. منتخب بيغير جلده. انا عارف من فرقه طول عمرها عندها الهويه الدفاعيه والمركزيه على فكره وكل حاجه. بالمناسبه كره مانشيني مش الكره برضو الدفاع الصلب المعروف عن ايطاليا، وجه من بعيد اليورو اللي فات انا فاهم بالبطوله. بس كره سباليتي اصلا دي انت عارف يعني كانت كره اجمل شويه، زي ما بيسموها كده ولاده قيصريه يعني عشان يتاهل يعني. كان الناس قلقانه وحاطه ايديها على قلبها ويتاهل ومش هيتاهل، لكن زي ما انت قلت المانيا طبعا فريق كامل، فرنسا بطوله على ارضها فده طبعا كده المانيا بطوله على ارض المانيا، شويه استادات. هجيلك انت بتتكلم في كاس عام 2006 اللي هي شوف من كام سنه. من انا قلت لك المره اللي فاتت على معلومه ان المهندس اللي صمم الاولمبيكو ملعب الاولمبيكو بتاع المانيا هو اللي مصمم استاد القاهره. انت مش عارف انت عندك المعلومه دي ولا لا؟ مش تبقوا عارفين بس اللي صمم ملعب الاولمبيكو بتاع المانيا هو اللي صمم استاد القاهره، حتى تقول نفس الشكل. يعني انت بص عليهم هات صوره الملعب الاولمبيكو مع اختلاف ان عدم وجود تراك عندهم. احنا لا هو يا باشا هو جميل يا باشا هو يعني ممكن بقى التجديدات والشكل في الاخر خرج بشكل مختلف، لان انت عارف طبعا دوله بتجدد وتلعب عندها قبل كده يعني كذا حاجه كذا بطوله وكذا يعني مناسبه، فخليتهم تقول الدوري الالماني بيجدد مفيش مشكله. لكن بكلمك على فكره ان الاستاد كديزاين وشكل من بره هو الشكل بتاعك، باستثناء بس الشنت اللي اتحطت ساعه كاس عالم المانيا 2006. الفكره ما قبلها كان نفس الشكل. انت من 18 سنه لما المانيا نظمت كاس عام 2006 انت شفت الملاعب كانت عامله بقول لك نفس الملعب على فكره بجد، اللي صمم الملعب ده هو يعني جمال عبد الناصر الله يرحمه جابه هو اللي عمل التصميم يعني مش عارف يعني. فالمهم يعني مش دي القصه يعني، بس لما بقول لك يعني الشيء يذكر يعني عندهم ملاعب مرعبه يعني تشوف منظر الملاعب حكايه. فرنسا طبعا من المنتخبات المكتمله، فرنسا من المنتخبات المكتمله عندها يعني خط نص منتشي شاوميني وكامافينجا، واحد على الوينج النهارده يا سعد هناه عم الحاج مبابي. لا فرقه مليانه، فرقه عندها فرقه عثمان ديمبلي على الناحيه الثانيه برضه. لا هتلاقي الفرقه برضه على فكره لا تستعين بالبرتغال، بتلعب كوره حلوه قوي. سكواد برضه تقيل ومعاهم مدرب جديد بافكار جديده مارتينيز مع كريستيانو رونالدو. لا وعارف ازاي يتعامل معاه. طبعا مش هيبقى يعني مش هيبقى اساسي يعني او في الفريق، ولكن برضه منتخب بس عارف يتعامل معاه ويخرج منه. اكيد وعلى فكره يعني كريستيانو رونالدو نفسه من جواه عارف ان هو مش هو رقم واحد دلوقتي في المنتخب ده شيء طبيعي يعني. حتى لو بس كفايه انك عارف تتعامل. خلي بالك هي اهم حاجه انك تقدر تقنع النجم بحاجه. اكيد طبعا. يعني كان دايما يقول لك قوه زيدان مش في التكتيك اللي بيعمله في الملعب، كان في اوضه اللبس وفي التمرين. كنت تلاقي كريستيانو رونالدو لو بتجيب اللقطات والكواليس من قناه ريال مدريد مثلا وتتفرج تلاقي لما زيدان يتكلم معاه تلاقي كريستيانو باصص له كده وبص في الارض بدا يسمع له. اكيد طبعا زيدان نجم كبير. انا زيدان لما اجي اتكلم لازم تسمع في كريديبيليتي يعني في طبعا. والنتيجه واحنا شايفين نتائج طبعا كمان يحصل كلام ودعم بنتائج. انت مش محتاج اصلا ايه تبروف اي حاجه يعني. انا مش عشان كده بقول لك ان المنتخبات زي ما انت قلت منتخب ايطاليا طبعا المنتخبات الكويسه، منتخب انجلترا يظل سكواد قوي لكن انا مش عارف يعني. لا سكواد مرعب مش عارف هيعمل ايه مع بس في بلينجهام يعني. فالموضوع السنه دي مختلف على فكره. راشفورد بالمناسبه برضو يعني بمناسبه منتخب انجلترا راشفورد تم استبعاده برضو، دي كانت غريبه شويه برضو. وجريليش السنه دي بطل الدوري الانجليزي ما خدش جريليش. ساوث جيت مش عارف مع انه كان من اللعيبه يعني اللي دايما ده كان بتاعه يا ابني، ده كان تحس يعني. طب ماجواير ما كانش بتاع ساوث جيت على طول ما خدش ماجواير.
فعادي في شويه تغييرات يعني اليورو ده. لكن منتخب انجلترا يبقى من المنتخبات القويه، يعني منتخب الثلاث اسود يعني. منتخب برضه ولكن بلجيكا برضه منتخب دي بروين برضه يعني برضه بيغير جلد برضه، يعني دي من المنتخبات اللي بتغير جلد دلوقتي فعلا. لكن منتخب انجلترا على فكره النهائي الفاينل بتاع اليورو اللي فات كان انجلترا وايطاليا، وانجلترا يعني كانت من النادر انها توصل فاينل والله العظيم مش عارف الفتره ازاي، مش عارف ازاي بنت الذين دي توقعت. والله العظيم كل الناس كانت رايحه المانيا وفرنسا، انا كنت رايح يعني ومشي. وعلى فكره مشينا منطقيا المانيا وفرنسا، مفيش يا باشا قالت انجلترا وايطاليا. انا اللي جلت مني اليورو اللي فات ايطاليا، لكن انا كنت متوقع ان انجلترا توصل فاينل. انت مجلي مين السنه دي؟ ودي مين السنه دي؟ انا بشوف السنه دي يعني عايزين نخلي فيها شويه سسبنس، شويه نروح الحاجات الغير متوقعه شويه، عشان دايما الكوره في اوروبا بتفاجئنا يعني. طب خلينا انا بص كمحب المنتخبات اوروبيه، انا بحب منتخب هولندا، ده بالنسبه لي في المقام الاول. طول عمري بحب منتخب هولندا. يجي بعديه منتخب انجلترا، مع ان الكره مختلفه خد بالك، يعني اسلوب الكره هنا مختلف. وبحب منتخب ايطاليا. انا بالنسبه لي الثلاث منتخبات دول من زمان وانا بحبهم. انا كنت احب منتخب المانيا بس عشان لا الموقف انا ما الاخيره بحبش منتخب، الجميله. طول عمري ما بحبش منتخب لا المانيا لا لا خالص. لا 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 من اه عشاق المانيا، بس انا عشان انا الموقف مش من الاخيره عشاق الناس طبعا رحت واخد خطوه مارشدير يعني. اكيد طبعا لا ده انا شيء مش انا طبيعي. يعني مش هصاحب البسكليتات يعني. بالظبط. فالموضوع بالنسبه لي كان لا يعني مش يعني مش انا أكيد بحب هبقى دايما بعيد. الثلاث منتخبات اللي انا لكن ذكرتهم. فرنسا رغم انه منتخب انا مش ميال لمنتخب فرنسا. انا بقى بثق منتخب قوي. انا برضو ما بشوفش، بما ان انا انا محب بحب لمنتخب البرتغال هولندا، بحب صراحه. البرتغال. يعني انا تيجي رابع كريستيانو فرقه بعد رونالدو، دول. انا كريستيانو رونالدو انت عارف انا مش لا على كريستيانو. فكره انا من قبل كريستيانو رونالدو انا يعني لا بحب ايوه شويه طبعا منتخب لويس فيجو، البرتغال. انا كنت بتابعه في فيجو يوميو بقى يورو وكوستا 96 ونونو بقى. جوميز ومانيتش ياه. لا كانت فرقه، وجورجيا اندرادي وجافير، ولا كان فيها فرناندو كوتو، كانت فيها فرقه عتاوله يعني. وفيتور بايا راجل حصل على الشامبيونز ليج مع مورينيو. لا كان فيها لعيبه، بس ايه ده البرتغال دايما من الفرق اللي اقول لك اللي عامله زي مين كده، قريبه شويه من هولندا، فرق ممتعه بتقدم كره حلوه، لكن في الرمق الاخير ما يعني في سوء حظ شويه. انا بما ان انا بحب منتخب هولندا ودايما بتابعه ومهتم بتفاصيل دايما منتخب هولندا، بس انا مش يعني رونالد كويمان، انا المدير الفني لهولندا، انا مش من محبينه، وبشوف ان هو مش يعني مش هيقدر يوصل يعني انت بهولندا عايز مين يمسك هولندا؟ لا في يعني انت النهارده ليفربول راح لمين؟ راح لمدرب هولندي صح ولا لا؟ في مدربين هولنديين يعني. انا بفكر بما ان انا بقى مشجع لمانشستر يونايتد، بشوف ان منتخب هولندا يعرض عرض على إيريك تين هاج وياخدوه عشان يريحونا منه وممكن يعمل حاجه مع منتخب هولندا يعني. هنقول مثلا ايه زي ما عمل مع اياكس كده مثلا، يعني ياخدوه بقى ويريحوه والله ويريحوه وارد مننا. والله وارد يا طب ايه اللي يمنع يعني؟ لكن انا فكره حلوه على فكره. انا بشوف ان كومان مالوش يعني ما كانش ليه باي بصمه، راح دوري انجليزي ما كانش ليه بصمه، مع منتخب هولندا قبل كده ما كانش ليه بصمه، فبشوف مع ان هو برشلونه برضه ما حسيتوش. بالظبط. ما انا بقول لك مع برشلونه برضو انت مالوش اي حسيت بصمه هو- تدريبيه يعني، وخصوصا ان هو مسك منتخب هولندا على فكره قبل كده يعني في اسبانيا على فكره المنتخبات اللي جايه بقوه. برضو ممكن منتخب اسبانيا يجي برضو بما انه مجدد، يعتبر مجدد الجلد كله بتاع الفريق. طيب احنا هننزل لكم ان شاء الله على الصفحه المجموعات كلها بالظبط. عايزينكم تشاركونا، تقولوا لنا بس حتى مبدئيا ايه يعني، قولوا لنا كده، قولوا لنا هيوصل دور ال 16 كذا. بلاش يا سيدي يعني لو تعرف طبعا توصل معانا الفاينل يبقى كتر خيرك. خلينا كده نعمل احنا نسينا منتخب كرواتيا، طبعا منتخب اللي هو انت يعني مالوش مالكه، منتخب المودريتش جاهد المودريتش. بس خلينا نقول للساده المشاهدين والمستمعين بيسمعونا يعني عايزينكم هننزل لكم على البوست، هنزل لكم بوست هنكتب لكم فيه المجموعات. طب بما حضراتكم قلنا هيوصلوا مين هيوصل فاينل، بس انا عايز حضرتك لما تقول هيوصل فاينل مش عايزك تضرب يعني، حط اول وتاني من الست مجموعات. احنا عايزين نسبوت في قصه المجموعات دي بالمناسبه، بانه احنا قلنا كرواتيا مجموعتها فيها اسبانيا وايطاليا يا سيدي فانت هيبقى في احسن توالد انا عارف، بس انا بقول لك بالمجموعه في احسن توالد. خلينا مجموعة يعني قوية. يعني انا عايزك تمسك المجموعه كده وقول لي ايه مع نفسك، حتى مش لازم تكتب حتى في الكومنت. خليكم مع محمد يا جماعه، عشان محمد اللي هيوصلكم هنا للبودكاست. اكتب اول وتاني كل مجموعه واكتب احسن توالد ولاعبوا دور ال 16. نحاول نجيب لكم يعني زي الكريتيريا بتتم، اللي هو اول المجموعه الاولى الثاني المجموعه الثانيه عايزين مصطفى نجيبها اكيد، عايزين ندور عليها ونجيبها، اللي هي فكره الكواليفيكيشن يعني يعني الكواليفايد
ازاي هيتم صعود الفرق ازاي من المجموعه. بالظبط، يعني اللي هو النهارده طبعا اول المجموعة. وتاني طبعا كلنا عارفين. ماشي، لا يعني اول ايه هيلاعب بالظبط. مين، هيلاعب تاني كل ده ولا هينزل، تاني بي. كل ده عايزين نحط كل ده البوست ده هينزل، كل مع ده البوست الناس الاول، يعني هتشوفه. نحط الاثنين في بوست واحد، وعايزينكم تتوقعوا وامشوا مع السلم لغايه ما نوصل مين فايت، وتوقعوا لي بقى الاثنين الفايت. خلاص بس. صح. وممكن والله فعلا بقى يعني اللي يتوقع صح نعمل قرعه، وممكن والله فعلا ده نادي صديق. اكيد طبعا، ده بقى لنا الشرف طبعا. بس ويتكلم بقى براحته بقى ايه باستفاضه بقى، عايز يحلل المباراه. يحللنا بقى البطوله من وجهه نظره، ما هيبقى في الفاينل بقى. بالظبط. ممكن يطلع معانا يعني ممكن تطلع معانا نحلل او الفاينل. ممكن كمان يتكلم في الفريق اللي هو بيحبه ولا هو اللي بيشجعه في اليوم، بس ويتكلم يسبوت عليه دايما في كلامه يعني بس. معانا لما يجي ان شاء الله. بس ما تنسوش المتابعات، وهفضل كل مره اقول عايزين اللايك والشير لصفحنا بتاعت استوديو اكس اللي هتلاقوها على كل البلاتفورمز اللي بتحبوها وبتتابعوها، فيسبوك، انستجرام، تيك توك. عايزين السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان انت شاطر انت في الحاجات دي. على اليوتيوب. فيعني شويه احنا خلاص يعني قريبين هننزل خلاص على انغامي باذن الله تعالى في البودكاست بتاعنا، يعني عشان يبقى في الحته بتاعت البودكاست عشان نبدا بقى تسمعونا. اللي عايز يسمعنا وهو مسافر عشان على الطريق، انت عارف الصيف جاي والساحل والعيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، ومش مش هنبقى موجودين بقى الاسبوع ده. يعني طبعا يعني الاسبوع الجاي اوف، والاسبوع اللي بعده هنبدا نطلع عشان نتكلم. هنحاول نبقى معاكم ان شاء الله يعني بشويه ستوريز او اي حاجه. نشوف لسه البروديوسر هنظبط القصه دي معاه ازاي، يعني بحيث ان انا ومصطفى نبقى متواجدين معاكم، ما يبقاش كده قايلين قوي يعني. لكن ان شاء الله بالاسبوع اللي بعده هنطلع، هيكون تقريبا الدور الاولاني تقريبا خلص او قرب يخلص، فنقدر ناخد مع بعض بقى دوله كل الماتشات، ناخد لوكشة يورو كده ايه بتاع ده فول كريم بس. ويلا تصبحوا على خير، دمتم في امان الله. باي. سلام.